الحكاية بقى كلها يا جماعة كوباية شعرية وشوية لبن وشوية سكر، وهتعملوا الجمال اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. النهاردة انا عاملة لكم تحلية سهلة جدا وسريعة وبسيطة، وكل مكوناتها حرفيا موجودة في البيت. هتجيبي وok كده او حلة وتحطي فيه 3 كوبايات من المية، وتنزلي عليهم بكوباية من الشعرية، وهنسيب الشعرية لحد لما تستوي تماما. هنجيب بقى طاسة تانية نحط فيها 1.25 كوباية من السكر. هنرفع بقى الطاسة بتاعتنا دي على نار هادية جدا، وطبعا مش بنقلب السكر غير لما السكر يبدأ يتكرمل زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الافضل ان احنا نقلب بمعلقة خشب. اول بقى لما السكر كله يتكرمل وياخد اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده، هننزل عليه بنص كوباية مية سخنة، وهنقلب. لو لقيتوا فيه تكتلات كده هدوا النار لحد لما كل التكتلات دي تفك. هنجيب بقى كوباية مية ندوب فيها 2 معلقة كبار من النشا. ممكن نستبدل المية دي بلبن، بس انا حبيت انها تكون اقتصادية جدا فانا عملتها بمية. هناخد بقى المية مع النشا وهننزل بيها على الكراميل، وهنقلب بقى كده. هتلاقوا ان القوام بتاعه بدأ يتقل معاكم. هنزود بقى معلقة كبيرة من الزبدة، ومعلقة صغيرة من الفانيليا او ظرفين فانيليا، ورشة ملح صغيرة. ورشة الملح دي يا جماعة بتظبط معانا طعم الكراميل جدا. كده خلاص بقى زي ما انتم شايفين الكراميل بتاعنا بقى جاهز. هنشيله من على النار، وفي الوقت ده كانت الشعرية استوت تماما واتشربت كل المية اللي احنا حطيناها ليها. هنجيب بقى الكبة او الخلاط، وهننزل بالشعريه بتاعتنا، وهنكون مجهزين عندنا 3 كوبايات من اللبن، بالظبط 750 مللي من اللبن. هننزل باللبن وهنضربهم مع بعض كويس جدا، وطبعا هنزود معاهم معلقه فانيليا صغيره او ظرفين من الفانيليا. هنرجع بقى تاني نفضيهم في نفس الحله او نفس الوok اللي احنا مسويين في الشعريه. هنضيف عليهم بقى نص كميه الكراميل اللي احنا حضرناها، وهنقلب. وطبعا واحنا بنقلب كده هندوق ونظبط السكر. لو حسيتوا انها محتاجه كمان شويه سكر هنزود معلقه او معلقتين من الكراميل. التحليه بتاعتنا النهارده هتكون بالكراميل. انا زودت معاها كمان 3 معالق كبار من وش اللبن او القشطه، لو موجود عندك. مش متوفر عندك استغني عن الخطوه دي خالص. كده خلاص بقى الخليط بتاعنا بقى جاهز. هو ما شاء الله يا جماعه بيتقل لوحده وبيربط الشعريه كلها نشا، فما شاء الله القوام بتاعها بيربط زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه بس ان احنا ما نزودش عن 750 مللي من اللبن، لان احنا لو زودنا كميه اللبن على كوبايه الشعريه القوام مش هيربط معاكم بالشكل ده. ففي الوقت ده لو انتوا حابين تزودوا يعني شويه لبن، في الوقت ده هنحتاج ان احنا ندوب معلقه نشا في نص كوبايه ميه ونحطها على الخليط وهو على النار. بس بالظبط 750 مللي من اللبن على كوبايه شعريه بتربط لوحدها ومش بتحتاج ان احنا نزود نشا خالص. هنجهز بقى الكوبايات بتاعتنا او الكاسات او الاطباق، قدموها بقى بالشكل اللي يعجبكم. وهنعمل طبقه من الشعريه وبعدين طبقه من الكراميل، وزينوها بقى بالشكل اللي يعجبكم. شويه سوداني على الوش، شويه جوز هند، اي حاجه موجوده عندك زيني بيها. هندخلها بقى التلاجة من 1.5 لساعتين لحد لما تبرد خالص كده، وبعدين قدموها بألف هنا. بجد يا جماعة مش قادرة أوصف لكم الجمال. وزي ما شفتوا بقى كده معايا قد ايه هي سهلة وبسيطة واقتصادية، وكل مكوناتها موجودة في البيت. شوية شعرية وشوية لبن وشوية سكر، وحرفيا يا جماعة هتاكلوا أحلى تحلية باردة ومنعشة في الجو الحر ده. وبس كده خلاص خلصنا، والفيديو بتاعنا النهاردة خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وكالعادة كده وزي كل يوم هقول لكم ما تنسوش يا جماعة لو الفيديو بتاع النهاردة عجبكم تعملوا ايه؟ تعملوا لايك وشير للفيديو. وبألف هنا مقدما، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.